ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نأخذ كما في الدروس الماضية أننا نقول قصة أو موضوع ونأخذ منه العبرة ونأخذ منه الدروس لنتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء. فإن شاء الله في دروس مقبلة وكذلك نقول قصة ونأخذ منها العبرة حتى نستفيد ونفعل كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم معنا موقف مع صحابي من الأنصار ولعلنا كلنا نعرفه، ألا وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. ما تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو سعيد الخدري كان يوما رابطا حجرا على بطنه من الجوع. شوف ازاي من شدة الجوع كان رابط حجر على بطنه من شدة الجوع، فدخل على زوجته وقال: هل من شيء نأكله؟ فقالت له زوجته: والله لا يوجد شيء، ما فيش أي حاجة في البيت. ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح للنبي، إني رأيت فلان ابن فلان قد أتى له بطعام. فقال سيدنا أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه: لا، بعد حين، حتى لا أجد طعاما، يعني لا مش رايح دلوقت إلا لم أجد طعاما خالص، يعني لو ما وجدتش طعام خالص أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد حين، يعني بعد فترة قليلة، رجع لزوجته وقال لها: أفي طعام؟ أيوجد طعام؟ قالت: لا. فذهب سيدنا أبو سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما فيش أكل في البيت، هيروح لمين؟ للرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. راح للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فسمع منه: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله عز وجل. فيقول سيدنا أبو سعيد الخدري: فرجعت ولم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت عزما ألا أسأل أحدا أبدا. فيقول: والله ومنذ هذه اللحظة أن الله عز وجل رزقني، وأني أعلم أكثر بيت في الأنصار رزقا رزقنا الله عز وجل، من باب لما استغنى أغناه الله، ولما استعف أعفه الله عز وجل. صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنأخذ حتة كده نقف معها. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يجوعون كانوا يعملون يربطون الحجارة على بطونهم. طيب تعالى كده معي، في الأيام دي حد بيربط على بطنه حجر من الجوع؟ لا والله، ده هو بيأكل، وهات يا ولد العصير، وهات يا ولد الحلاوة، وهات، لما يأكل ويشبع. وكنت دايما أعرف حديثا في سنوات مضت وكنت لا أعرف معناه، لكن بعدما عرفت ووقفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت معناه. يقول النبي صلى الله عليه
يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجعل ثلث لنفسك وثلث لشرابك وثلث لطعامك. طب فين اللي بيخلي ثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث للماء؟ مفيش. وتجد بعض الناس يقول لك نفسي اصلي الفجر يا عم الشيخ، والله نفسي اقوم اصلي الفجر. طب يا عم الحاج، ما حضرتك انت بتاتي تاكل كم وكله في اليوم؟ كم وكله؟ في الصبح وكله عريضه طويله، وفي الظهر اكله ما شاء الله، وفي العشاء تاكل حضرتك، وغير طبعا الحاجات الخفيفه دي، الفتافيت مثلا زي ما بنقول. فالبطن بتكون مليانه. ازاي هتقوم لصلاه الفجر والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم؟ لان كلما قللت الطعام ضاقت العروق، فلا يستطيع الشيطان ان يجري منك مجرى الدم. بتخنق على الشيطان ان يجري منك مجرى الدم. ولذلك دايما الناس الاثرياء اللي هم دايما في المكيفات وفي اللحم الضاني وفي الحمام وفي الحاجات دي دايما ما بيحسوش بالفقر. ما بيحسوش. ليه؟ لان حياتهم كلها متعه. الشيطان عشش وفرغ في اجسادهم. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في بيته 3 أهلة، يعني 3 شهور ما كانش يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. ده النبي، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى دلوقتي، كم مرة البوتاجاز شغال إما على اللحمة وإما على كل حياتنا في الطعام والشراب. لكن حياة الصحابة وحياة التابعين أنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. 3 أهلة، 3 شهور. ومن هو ده رئيس الأمة، قائد الأمة المحمدية كلها. فين ذروة رئيس ما بياكلش لمدة 3 شهور؟ مين؟ ولا ملك ولا وزير ولا حتى رجل في منصب كده مرموق تجده ان هو ما بيوقدش في بيته 3 شهور نار. كنت عايش ازاي يا رسول الله؟ فتقول السيدة عائشة في هذا الحديث كان على الأسودان، على التمر والماء بس. هذه كان مأكل ومشرب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة الصحابة خرجوا في الظهيرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سيدنا عمر. ما أخرجك يا عمر؟ قال والله الذي أخرجني الجوع يا رسول الله. سيدنا أبو بكر ما أخرجكما؟ فقال له قد أخرجنا الجوع. يعني هم ال3 طالعين ما فيش أكل، لم يجدوا أكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، بدعوة واحدة تكون مكة كلها طعام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أهل الكفر والمشركين كفر بالله عز وجل يستمتعون بالطيبات ويأكلون في أفخم الطعام ويلبسون أحسن الثياب، فيرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. دول كده طيباتهم عجلت لهم في الدنيا، لكن هل لهم في الآخرة نصيب؟ لا، لقد كفروا بالله عز وجل. فتقول الزوجة الصالحة اذهب ائتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حضرتك انت ان شاء الله لو دخلت البيت ووجدت زوجتك وكنت جاي طبعا من شغل ولقيت زوجتك لم تحضر لك طعاما، فيه كده ناس يعني لما ما تلقاش اكل في البيت انت ما حضرتش الاكل وانت مش في ايه وانت مش عارف ايه، روحي لبيت ابوك، انت طالب. بسبب ايه؟ بسبب الاكل. ده بيحصل كثير. معظم المشاكل التي اقع مع الناس فيها بسبب موضوع زي ده. جيت يا عم الشيخ من الشغل وكنت تعبان خلصان، وسيدتها قاعدة قدام المسلسل ومحضرتش اكل وما فيش طعام. لكن قالت له زوجة سيدنا ابو سعيد الخدري اذهب ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا،
يعني فكبرت نفسه وقال آتي رسول الله من أجل طعام، لا حتى لا أجد طعاما أبدا. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجد طعاما عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله عز وجل. طب تعال معي للمتسولين. ممكن لو نزلت في شارع ولا في أي مكان تجد إنسان أو شاب أو رجل ممكن لو مسك العمود بتاع المسجد ده يقلع من جذوره من القوة بتاعته ويقول لك لله لله. وقعت قصة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان جالسا في عرفات، في جبل عرفات، وكانت في خيمة وكانوا يجلسون فيها. فلما خرجوا من الخيمة وبدأوا يدعون بين الناس ويدعون الله عز وجل، جاءوا ووجدوا أن رجلا قد أخذ الخيمة، خذ الخيمة بتاعت الشيخ وبتاع طلبة العلم اللي كانوا مع الشيخ. فقال الشيخ ابن عثيمين: هذه خيمتنا، لماذا أخذتها؟ فقال هذا الرجل: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ يعني أنت عاوز الخيمة بتاعتك، فين الناس وفين المشايخ اللي بتكسر على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فرد عليه الشيخ ابن عثيمين وقال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعني الجماعة دول اللي هم بيكسروا على أنفسهم راحوا مع الناس الذين لا يسألون الناس إلحافا. فتجد الفقير الغني الفقير الذي لا يسأل الناس، لا يمد يده إلى الناس أبدا. يعني غريب جدا تجد سائل ممكن تديله جنيه مثلا، يعني جنيه موقفني قدامك علشان جنيه، وممكن يطلع لك التليفون السامسونج قدامك ويتصل بيه عادي يعني، وده فقير وسائل. لكن لما استغنى سيدنا أبو سعيد الخدري ولم يسأل، أغناه الله عز وجل ووسع عليه من أبواب الخير ورزقه الله حتى كان أكثر البيوت في الأمصار رزقا من رزق الله عز وجل. وده في عبرة أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله عز وجل، انصاع لأمر الله وانصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع الأمر على طول. ما سألش النبي ولا لسه راح يقول له: يا رسول الله أنا جائع أنا ما لاقيش آكل، لا، بل سمع وطبق. ده مشكلتنا احنا في هذه الأيام، إن احنا نسمع كثير بس ما فيش تطبيق، وده حجج علينا كثيرة أمام الله عز وجل. يعني حضرتك تسمع مثلا إن المشايخ بيقولوا إن فلوس الربا حرام، والموضوع كذا كذا كذا، وسمعت من كذا شيء: الدخان حرام، الزنا حرام، النظر إلى النساء حرام. وإحنا نسمع ده حجج أمام الله عز وجل علينا أننا نسمع ولا نطبق. ليه القوم رزقهم الله وكانوا في أعلى شأن؟ لأنهم كانوا يسمعون ويطبقون على أنفسهم. كان الواحد بمجرد ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تحويل القبلة، لما كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فجاء رجل وقال: والذي نفسي بيده إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اتجاه الكعبة، فولوا اتجاه الكعبة وهم راكعين. خلاص أقسم هذا الرجل وعلم، فهم راكعين بدلا من كانوا متوجهين إلى بيت المقدس اتجهوا إلى الكعبة. سيدنا عبد الله بن مسعود داخل المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقال: اجلسوا. فسمع سيدنا عبد الله بن مسعود قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، فجلس على عتبة الباب من شدة طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى يا عبد الله، ما الذي أجلسك؟ فقال له: لقد سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: اجلسوا
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده من آداب التعفف. لا تسأل الناس إلحافا، بل اسأل الله عز وجل. وقعت في مصيبة، في دين، ما تلجأش للناس الأول، ما أرجع لمين؟ ارجع للذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ارجع للذي بيده قلوب البشر أولا، ثم بعد ذلك تضرع إلى الله عز وجل أن يرزقك الله من فضله. ولا تسأل الناس، ولا تمد يدك إلى الناس، ولا يكون الإنسان فينا عالى على غيره، بل يعمل بيده. ونبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث فيما معناه: لو أن أحدكم يحتطب ويأتي بالحطب على ظهره ويبيعه أحب إليه من أن يمد يده للناس، منعوه الناس أو أعطوه. وهذا كثير في حالنا الآن. يكون الإنسان رزقه الله عز وجل من المال ومن الصحة والعافية ويسأل الناس. وجاء رجل لسيدنا عبد الله بن عباس يقول: يا ابن عباس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة أول الناس. فيقول هذا الرجل لابن عباس: وأنا من الفقراء يا ابن عباس. فيقول: ألك زوجة؟ قال له: نعم. قال: أنت غني من الأغنياء، اذهب، ده بس معاه زوجة بس. فقال: واسمع، ده الرجل ده بيقول لابن عباس: ومعي دابة أركبها، ومعي خادم يخدمني. ده بس مش معي زوجة وبس، لا، ده معي دابة حمار بركب عليه واجيب الحشائش واجيب الطلبات بتاعت البيت على الدابة على الحمار، ومعي غلام معي بيخدمني بيساعدني. فقال ابن عباس لهذا الرجل: اذهب يا رجل، أنت ملك من ملوك بني إسرائيل. ده أنت مش فقير بس، ده أنت وصلت القمة، ده أنت معك المليارات، ده أنت ملك من ملوك بني إسرائيل. فأسأل الله عز وجل أن يغننا بفضله. وحتى لا أطيل عليكم، فهذه عبرة نأخذها ونتعلم من سيدنا أبي سعيد الخدري، وقبله نتعلم من الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يغننا من فضله، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يسد ديننا، وأن يوسع في أرزاقنا، وأن يهدي شبابنا. اللهم اصلح أحوالنا، واغفر لنا ذلاتنا وذنوبنا. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.